اتلتيكو مدريد ده واحد من اغرب الفرق اللي انت ممكن تشوفها في حياتك. فريق محسوب من الكبار وهو عيل صغير بياخد بطولة كل فين وفين. عنده جمهور كبير على السوشيال ميديا، بس تقريبا عمرك ما قابلت حد بيشجع اتلتيكو مدريد في الحقيقة. من فجر التاريخ بيدربوا نفس المدرب، بيلعبوا نفس اللعيبة، وغالبا هتلاقي عنده نفس الإدارة. مفيش أي تغيير على أي مستوى في الدنيا. بيطلعوا مهاجمين وحراس بكمية مش طبيعية. اتلتيكو مدريد لوحدهم يقدروا يغطوا مخزون المهاجمين والحراس اللي كل فرق الكرة الأرضية محتاجاها. لا، والصفقات اللي بيعملوها في حاجة غريبة جدا. بيجيبوا لعيبة مجهولة من بلاد مجهولة، غالبا واخدينهم تخليص حق، بيجوا ينفجروا ويكسروا الدنيا. اما بقى لو فتحوا الكيس وصرفوا، اضمن انك هتاخد اوسخ صفقات في التاريخ. اصلا اللاعب بيدخل عندهم بيحصل له حاجة من اتنين: يا اما بيمضي صفقة عبودية لباقي حياته وما بيخرجش من النادي، يا اما بيتحكم عليه انه يتوه في الارض باقي حياته، يلف على كل فرق ودوريات العالم وما بيستقرش ابدا. انا تفسيري الوحيد للفرقه دي ان هو يا اما سحر اسود يا اما غسيل اموال. الاخر يعني هم بيعملوا حاجه حرام، ده اكيد. هم اصلا ما لعبوش كوره في حياتهم غير موسمين وصلوا فيهم نهائي تشامبيونز ليج، ومن كتر الحرام اللي هم بيعملوه في المرتين لعبوا صاحب البطوله. بس الشهاده لله، يعني هم كل سنه بيطلعوا اجمد فريق والمرشح الاول للبطوله قبل ما يتغلبوا من الحصان الاسود في الدور اللي بعده. وفي نفس الوقت لازم يغلبوا ريال مدريد رايح جاي ويخلوه يتعثر ويخسر شويه نقط ويخسر الدوري وينكدوا علينا، وقدام برشلونه بقى بطه بلدي. اما لو بيلعبونا على بطوله فكرامتهم ودي ان ايه النادي ما بيسمح لهمش ان هم يكسبونا، فبيخسروا عادي جدا وبيسيبونا نلعب برشلونه في الفاينل ونخسر. وكل سنه نفس الموسم بالظبط، ولا حاجه بتزيد ولا حاجه بتقل. تالت الدوري، خروج غير مشرف من الابطال بعد ما خرجوا اقوى فريق في البطوله. ولف بينا يا دنيا، ادينا عمالين نعيد. ورانا ايه؟ غريم عره. طب ايه بقى حكايه الغريم العره ده؟ وكيف بدات العداوه معاهم؟ وليه مهما كان مستواه سيء وبشع لازم يغلبوا ريال مدريد؟ اعمل لايك وشير وسوي سبسكرايب خوي، تعال احكي لك. عشان احكي لك كيف بدأت العداوة فانت محتاج ترجع معايا لأواخر القرن ال19 في شمال اسبانيا، وتحديدا في اقليم الباسك. شوية عمال انجليز كانوا بيشتغلوا في المواني وفي مناجم الحديد في بلباو، على شوية طلبة من اقليم الباسك كانوا بيسافروا يدرسوا في انجلترا ويرجعوا. وكانوا طبعا زي اي حد في انجلترا في الوقت ده موهومين باللعبه الجديده والترند الجديد وعايزين يجربوه ويلعبوه، واللي هي طبعا كره القدم لو مش عارفين يعني. وبعدين بداوا يندمجوا مع بعض ويكونوا كده فريق يلعبوا مع بعض بشكل غير رسمي يعني. وفي سنه 1898 قرروا ان هم ياسسوا فريق اتلتيك بلباو. ايه ده يا عم الجو؟ اتلتيك بلباو؟ هو الفريق اللي بيغلب برشلونة رايح جاي ده، بتاع الاخوين ويليامز والراجل ابو دقن وزمارة. طيب هو اتلتيك بلباو ده ماله مال الحدوته بتاعتنا؟ انا جاي لك في الكلام، جاي. اتلتيك بلباو من اول يوم اتاسس فيه وهو نادي ليه هويه واضحه جدا. اولا كده هو اسمه اتلتيك مش اتلتيكو لانه جاي من اللغه الانجليزيه دايركت، ولغايه النهارده هم ستيل محتفظين بالاسم ده اتلتيك بلباو. ومن اول يوم اتاسس فيه النادي وهم قرروا ان هم يعتمدوا على لعيبه من اقليم الباسك بس. ولغايه النهارده النادي متمسك بالموضوع ده، وده طبعا بيرفع انتماء الناس في الاقليم للسما. وعشان كده سنة 1903 شوية طلبة من مشجعين اتلتيك بلباو ومن اقليم الباسك كانوا بيدرسوا في مدريد، فقرروا ان هم يأسسوا فرع للنادي في مدريد علشان يمارسوا فيه الرياضة اللي بيحبوها ويبقى امتداد للنادي بتاعهم اللي بيفتخروا بيه وبيحبوه في العاصمة. وفعلا في 26 ابريل سنة 1903 اتأسس نادي اتلتيك كلوب دي مدريد، وكان يعتبر يعني فرع تابع لبلباو مش نادي مستقل، يعني بيستخدم نفس الشعار ونفس الالوان. في الاول الفرقتين كانوا بيلعبوا بتيشيرت ازرق وابيض، لكن في سنة 1911 واحد من اعضاء النادي سافر انجلترا علشان يجيب تيشيرتات يلعبوا بيها، لكن ما لقيش ازرق وابيض. طب اعمل ايه؟ لقى تيشيرتات فريق ساوثهامبتون ابيض في احمر، فعوضنا على الله نشتريها، فجابها. ومن ساعتها والفرقتين بيلبسوا ابيض في احمر. ومن هنا جه لقب لوس لوس. يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، احنا ناقصين لبخه في الكلام. COLCHONERO Los Coloriones. Los colchoneros. Los colchoneros. Los Colchoneros.
واللي معناها او ترجمتها الحرفيه اولاد المراتب، عشان المراتب زمان في اسبانيا كان لونها ابيض في احمر، مهزئين حتى في الالقاب. المهم انه بعد شويه اتلتيكو مدريد ابتدى يكبر وعدد الاعضاء ابتدى يكبر، الفريق ابتدى يشارك في بطولات لوحده، بقى عنده جمهور في مدريد، وبدا يبقى صعب انه يفضل تابع لمدينه تانية. وكمان كان في صعوبه جدا في الاداره عن بعد، مفيش طيران ولا وسائل اتصال سهله، اي قرار كان لازم يرجعوا فيه لبلباو، السفر كان بياخد وقت وتكلفه، يعني ما كانش عندهم زوم وما كانوش بيعرفوا يشتغلوا ريموتلي، فكان طبيعي انه كل نادي يبتدي يدير نفسه. كمان بعد شويه وقت ابتدى يبقى في اختلاف في الهويه بين الفرقتين. بلباو نادي محلي من اقليم الباسك، بيمثلوا باشد قوه لدرجه انه مفيش لعيبه بتلعب فيه غير من الاقليم نفسه. لكن مدريد مدينه مفتوحه وواسعه، صعب نادي اتلتيكو انه يلتزم بنفس القيود دي، فطبيعي انه يبقى عنده حريه كبيره علشان يعرف يتعاقد مع لعيبه من كل الاصناف. وبعدين اتلتيكو مدريد ابتدى يبني قاعده جماهيريه كبيره ليه في مدريد، جمهور الفريق ابتدى يحس انه عايز يشوف النادي بتاعه هو، انا مش مجرد تابع لنادي في مدينه تانية، وده خلق رغبة انه النادي يبقى مستقر. وعشان كده سنة 1921 اتلتيك مدريد انفصل رسميا عن اتلتيك بلباو وبقى نادي مستقل، ومن ساعتها ابتدى انه يبني شخصيته الخاصة والمستقلة في العاصمة، وتحول بقى من اتلتيك مدريد لاتلتيكو مدريد. اما بقى بعد ما حكيت لكم حكاية صغير العاصمة، خلوني بقى احكي لكم حكاية كيف بدأت العداوة بين اتلتيكو مدريد وريال مدريد. العداوة بين ريال مدريد واتلتيكو عمرها ما كانت مفاجأة، وعشان يعني نفهم طبيعة العداوة محتاجين ان احنا نتكلم في السياسة شوية. لا مش السياسة اللي في دماغك. دلوقتي احنا عندنا العاصمة مدريد، المتحكم الاول في شؤون البلاد، واللي فيها كل الحكومات والمؤسسات والخدمات وكل حاجة. وعندنا على الناحية التانية اقاليم تابعة وناقمة على العاصمة، وعندها اعتزاز كبير جدا 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 بتاريخهم وثقافتهم، زي اقليم الباسك واقليم كاتالونيا، والاتنين بعتلنا اسوأ ما عندهم يعني. الحمد لله. وقتها ريال مدريد كان لسه نادي ناشئ صاعد كده، ما بقاش ريال مدريد، فما كانش في عداوه مباشره مع ريال مدريد، بس يعني كان في شويه توترات ثقافيه وسياسيه. فبالتالي لما القرارات والبطولات الكرويه تبقى طالعه من مدريد، يعني الدنيا هتبقى فيها حساسيات. بعض الجماهير كانت شايفه انه العاصمه بيبقى ليها دايما نفوذ اكبر. بالمناسبه حتى لو ده دايما ما كانش صحيح يعني، بس هو كده الاحساس طبيعي كده هيبقى موجود. ومع الوقت ابتدى نادي ريال مدريد يبقى ليه نفوذ وسلطات في العاصمة، طبعا النادي الملكي اللي بيشجعه الحاكم والبشوات وكريمة المجتمع. واتلتيكو بقى رمز الطبقة العاملة والناس الغلابة وريحة الفقر. ومن وقتها ولغاية النهاردة، وده السبب الحقيقي للعداوة. لو بصيت في تحليل رايفريز العالمية هتلاقي انه اتلتيكو مدريد دايما بيشبه بالناس ضد السلطات والرأسمالية، او الشغف الحقيقي ضد الانجازات الكبيره. اتلتيكو بيشوف ريال مدريد كرمز اللي عنده كل حاجه، الموارد، النجوم، الانتصارات، الهبه العالميه، وطبق ده على جمهور اتلتيكو في مشاعره. بيشوفوا ان ريال مدريد فريق متعالي ومتغطرس وبيتكبر على كل المنافسين، وبياخد كل اللي يقدر ياخده بطرق غير مشروعه والحاجات اللي احنا عارفينها دي. مش كره فارغ يعني او كره لاجل الكره، لا ده كره نتيجه خلافات فلسفيه وطبيعه رؤيه المشجعين نفسهم لكره القدم. ناس كتير من جمهور اتلتيكو مدريد بيشوفوا ان جمهور ريال مدريد ده عنده توكسيك ماسكولينيتي وبيفتخر بانه بيحقق بطولات، مش انه ازاي كسبوها او كده يعني، واللي هو احنا بنشجعه عشان يكسب، مش زيكم بتشجعه عشان بيكسب والحاجات اللي احنا عارفينها دي يعني. كل ماتش ما بين الفرقتين مش بيبقى مجرد ماتش ب3 نقط، الموضوع كل شويه بيبقى اعمق. اتلتيكو مدريد لو مش شايف قدامه واسوأ فريق في الدوري وهيهبط، غالبا هيخطف 4 نقط على الاقل من ريال مدريد. بس الفكره بقى انه كل مره بيبقى فيه ماتش حاسم ريال مدريد بيكسب اتلتيكو. غريم عره. وبيحس جمهور الروخو بلانكوس انه العقده بتتعقد اكتر، وانهم مشتتين في رغبتهم
في اثبات نفسهم وفي اثبات فريقهم. مش كل جمهور ريال مدريد بيكره اتلتيكو، انا وانت مثلا بنشجع ريال مدريد وعادي اهو زي الفل يعني عايشين، لكن غالبا كل جمهور اتلتيكو بيكره ريال مدريد، وبنشوف دايما تصرفات من جمهور اتلتيكو مدريد بتثبت ده. زي مثلا جمهور اتلتيكو مدريد وهو بيقعد يرمي بقى شويه حاجات على ارض الملعب في ماتشات الريال، والماتشات تقف والنادي يندد ويشجب ويدين وهكذا بقى. المشجعين يتهموا ريال مدريد انه عنده سلطه على الصحفيين، او عنده صحفيين تابعين، او نفوذ في التحكيم، وده طبعا بيغذي الاحساس بالظلم التاريخي. ده غير الحالات المتطرفه. في 2023 4 من جمهور اتلتيكو مدريد اتحكم عليهم بالسجن لمده 15 شهر، وده علشان علقوا دميه مكتوب عليها اسم فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد في حبل بمشنقه. اكيد شفتوا الفيديو ده صح؟ بالمناسبه سلوك زي ده ما بيمثلش كل جمهور اتلتيكو مدريد طبعا، لكنه بيعكس جزء كبير من الصورة العامة للعداوة. العداوة بين أتلتيكو وريال مدريد مش بسبب ماتش أو نتيجة، ده صراع طبقي كبير جدا بدأ منذ فجر التاريخ، ومش هيخلص قريب بالمناسبة يعني، لأنه الكراهية مش بس ضد الفريق، الكراهية ضد الرمزية اللي بيمثلها الخصم مشجعين الفريق التاني. الصراع بين ريال مدريد وأتلتيكو عمره ما هينتهي، لأنه من بره يبان كورة، بس من جوه الموضوع اكبر ومعقد اكتر بكتير. بس كده. عموما يعني انا مش عارف برضه هم ازاي شايفيننا فريق عنده نفوذ وسلطة وقوة وجبروت ازاي احنا غلابة والله. المهم قولوا لي، هل كنتوا عارفين المعلومات دي كلها؟ لو كنتوا عارفين اعملوا شير ولايك وسبسكرايب، لو ما كنتوش عارفين اعملوا شير ولايك وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس، واللي ما عجبتوش الحلقة هتلاقوا في الكومنتس ارقام شكاوي الليجا، انتوا عارفين هتعملوا ايه. باي.